9 طلاب روس خرجوا رحلة تزلج في جبال الأورال سنة 1959 ومحدش فيهم رجع. بعد أسابيع من البحث الشرطة لقت الخيمة متقطعة، بس مش من بره، لأ، من جوه. يعني الناس اللي جوه هم اللي قطعوها بإيديهم وهربوا منها وهم نص عريانين في درجة حرارة -30. الجثث كانت مبعثرة على مساحة كبيرة، بعضهم ميت من البرد عادي، لكن بعضهم لأ. واحد مكسور ضلوعه كأن عربية خبطته من غير أي كدمات على الجلد. واحدة تانية لسانها متشال بالكامل، عيونها مش موجودة. اللي شافوا الجثث قالوا إن في علامات خوف شديدة جدا على وشوشهم، كأنهم شافوا حاجة ما ينفعش بشر يشوفها. طب إيه اللي حصل؟ نبدأ من الأول. الطلاب دول كانوا من جامعة أورال التقنية، شباب رياضيين جدا، وقرروا يطلعوا رحلة تزلج في منطقة جبلية اسمها خولات سايخل. كان هدفهم يوصلوا لقمة جبل اسمه أوتورتن، مكان مهجور وسط تلج وضباب. كلهم محترفين في التخييم والتسلق وخدوا كل احتياطاتهم. لكن بعد يومين من الرحلة الجو قلب، عاصفة تلج قوية خلتهم يغيروا الاتجاه شوية ويقرروا يناموا في منحدر اسمه ممر ديالتوف، واللي اتسمى على اسم قائد الفريق بعدين لأنه مات معاهم. الخيمة كانت متعلقة كويس على المنحدر، لكن لما الشرطة لقيتها بعد كده كانت متقطعة من جوه، ومفيش أي أثر لمعركة ولا هجوم ولا أي حاجة حوالين الخيمة. والغريب إن الطلاب خرجوا منها وهم لابسين نص هدومهم، بعضهم كان حافي وبعضهم من غير بنطلونات. ليه؟ مين اللي يهرب في الجو ده كده؟ وليه يقطع الخيمة بنفسه وهو جواها؟ أول جثتين لقوهم قريب من شجرة، شبه عريانين، كأنهم كانوا بيحاولوا يولعوا نار وماتوا من البرد. جثتين كمان لقوهم في الطريق راجعين للخيمة، برضو ميتين. لكن التلاتة اللي اتعثر عليهم بعد كده الموضوع اختلف. واحد عنده جمجمة مكسورة، واحدة ضلوعها متهشمة من غير أثر خارجي، لسانها متشال بالكامل، ومفيش أي أثر لحيوانات أو بشر حوالين الجثث. ولحد دلوقتي الطب الشرعي بيقول الإصابات مستحيلة تحصل إلا في حادثة زي تصادم عربية، لكن مفيش أي كدمات خارجية. من هنا بدأت الأساطير. في ناس قالوا إن هم دخلوا منطقة فيها تجارب عسكرية سرية وانفجرت قنابل صوتية خلتهم ينهاروا من الخوف. في فرضية إن بعض الطلاب كانوا جواسيس وكانوا رايحين يسلموا معلومات واتقتلوا. ناس قالت إن اللي حصل فوق قدرة البشر، إشعاع على هدوم الضحايا وعلامات على الأشجار وصوت عالي مرعب سمعوا ناس في القرى القريبة. نظرية حديثة بتقول إن انهيار جليدي جزئي حصل خلى الناس تهرب ويموتوا من البرد. بس حتى النظرية دي مش قادرة تفسر ليه لسان واحدة منهم مش موجود، أو ليه الخيمة متقطعة من جوه. أكتر حاجة بتجنن أي حد بيقرأ القصة دي هو إن مفيش تفسير واحد يشرح كل التفاصيل سوا. كل فرضية تفسر حتة وتسيب الباقي بدون منطق. ليه ما أجريوش كلهم سوا؟ ليه كانوا شبه عريانين؟ وليه الخيمة ما كانش فيها أي أثر لحاجة من بره؟ دي مش قصة رعب، دي قصة واقع أغرب من الخيال. لحد النهاردة كل سنة بيظهر حد يحاول يفسر حادثة دياتلوف في أفلام، كتب، بودكاستات وسيناريوهات ملهاش نهاية، لكن تفضل الحقيقة واحدة. في فبراير 1959 9 شباب دخلوا الجبل ومفيش حد عارف إيه اللي حصل لهم. في ناس كتير بتحب القصص اللي بتلخبط العقل كده بس مش بتوصل للآخر، لكن بما إنك لسه معايا فأنا عارف إن النوع ده هو اللي يشدك. لو عايزنا نكمل بسلسلة من أغرب القضايا الحقيقية اللي محدش قدر يفسرها، ممكن تسيب لي رأيك وتشترك عشان ما تفوتش اللي جاي.